شنو الحكاية؟ احنا عندنا الكافيه المناظرة نتاع انتداب السيدات التعليم الابتدائي. حصلنا على معدل 10. لكن ما تمش انتدابنا على خاطر ما مشاو حسب السياق كمناظرة. يعني خذاو كلشي اللي عندهم الشهري نتاعهم. خرج لكم تو الوزير؟ تو خرجنا الوزير. شنو يحكي؟ احنا خاطر توا تكلم هيك نهار الوزير وقال اللي فما شغورات. قلنا احنا علاش لا؟ طالبوا حقيتنا في التشغيل باش يتم انتدابنا على الاول بعد كده ازواجنا. غير شيء سامحني بربي لحظة. شنو هذه الكونكور نتاع انتداب التعليم الابتدائي. خذينا مويا 10 مع 20 18 وهم خذاو 2645 هكا. وتوا عندهم شغل في وزارة التعليم معناها في المدارس الابتدائية بمقارب 5000 بوست. كلمنا الوزير الجمعة اللي فاتت، برنامج الجمعة نهار 16 حضرنا معاه ووعدنا انه اذا نجيبوا مساندة من النقابات الجهوية والنقابة العامة وكل انه هو ما عندوش حتى مشكلة. أبرمنا معاه موعد وأنا رجعنا اليوم من بكري خرج لكم هو شنو حكى معاك؟ تو ما حكاش معنا الخلية، حكى مع المنسق العام باش يحكي معاك. وين هو؟ وفاروق راح تجيك المنسق تاعنا. هاي كنشوف. قال الركبية اللي بيك وكذا وضعيتكم وكلنا على الكتاب كل شيء. قلنا ندخلوا الأرض هاي جايك مقصر قال لي دير كل المنسقين ونحكوا معهم كيف. بارك نورمال المنسقين فين المنسق؟ أي منسق؟ منسق هاي الإذاعة الوطنية ذي. الوطنية. سامحني شوية على الزوج مالهم. نسيت تحكينا على الوقفة الاحتجاجية هذه. شنو هي الجماعة اللي عدينا الكافيه وما وصلش معناتها الرتبة. كان عندنا مويا يفوق ولا يساوي 10 من 20 وما هو خدين 2620 حاجة من النومبر معناتها خذاوه واحنا ما وصلناش النومبر باش كلتو فما شغورات 5000 ولا 6000 مشغور وهو يحكي على الكافيه. احنا الجماعة اللي عدينا البي ام عدينا المرحلة نتاع الكري ونتاع اللورال وعملنا دي فورماسيون يعني وتكوين تحت اشراف يعني ثله من المتفقدين التعليم الاساسي وكانوا متطوعين وبارك الله فيهم. زاد نطلبوا احنا باش الانتداب وهذا حق من حقوقنا نتصور في ظل الشغورات هذه. وزيد احنا النومبر نتاعنا ما يفوتش 850 متناظر. وقت اللي حكى معاكم الوزير بكري شنو باش خرجت؟ هو المره الاخرى حكى معنا قال لنا يعني موافق عليكم مبدئيا اما يلزمني يعني نعمل دراسه الموضوع مع الجهات الاخرى مع الاطراف الاخرى. وتوا كي خرج الحقيقه ما قال حتى شيء. قال جوست 4 منسقين من الجهويين يدخلوا نحكي معاهم. قال له الموضوع هذا حكينا فيه ومستعد نحكي فيه معناتها معاكم ويدخلوا لي توا 4 منسقين. معناتها في طريقه الى الحل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت منسق يظهر لي في السلام عليكم. طريقه تحركاتك كلنا بها كل
في كل شيء، فيه المساندات وفيه النقابات خلي عندكم هذا بيتكم، خلي لي التلفزيون انا جا حضرتك. هذه الوطنية نيوز فهمتي. الوقفة الاحتجاجية هذه عندها مدة تكررت ولا هذه أول مرة ولا؟ عملنا وقفة احتجاجية لولا يوم الجمعة 16 أكتوبر اللي فات. استقبلنا السيد الوزير ورحب بالمطلب نتاعنا، ويعني مش معارض الفكرة، مش معارض الفكرة. وعطانا مهلة، قالوا منوا لي مهلة نتاع أسبوع ونرجع لكم، خاطر باش نلقوا صيغة باش يدمجونا فيها وباش يخدمونا. وطلب كذلك على مستوى الولايات الكل باش نجيبوا مساندات من الاتحادات الجهوية. هذا قمنا به تحركات على كامل تراب الجمهورية، عملنا وقفات احتجاجية قدام المندوبات الكل مع الولايات الكل، كذلك جبنا الموافقات من أغلبية الاتحادات الجهوية الشغل بالولايات الكل. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله نتواصل من خلال السيد الوزير إن شاء الله. احنا رانا نظهر لحل المشكل هي يعني اليوم الفيصل هذايا. احنا اليوم الفيصل. علاش اليوم الفيصل؟ احنا رانا حل المشكل، احنا رانا 20% من الشغلات، قدرها الوزير برا بلاك واللي تفوق اكثر من 4000. احنا رانا ماناش برشا، احنا في 7 احنا 850 900 معناها 20% من الشغلات. تجوا تلقونا اي صيغه معناها باش نخدموا، وهذا رانا حل المشكل. احنا رانا حل المشكل، احنا رانا كفانا من الحلول الوقتيه، احنا رانا حل دائم. احنا رانا عندنا كفاءه، عملنا تكوين بيداغوجي قبل المراحل الاختبار الكتابي والشفاهي، عملنا. ونشكر كل المتفقدين المتطوعين، نشكرهم شكر خاص اللي عاونونا وهم شهداء على ذلك. اللي احنا رانا عندنا كفاءه، وان شاء الله مطلبنا يبقى الترحيب من ان شاء الله اليوم الفيصل هذه اللي ان شاء الله ونشكر كل راهو معناتها ثمره نتاع مجهود كبير. تعبنا برشا في رمضان راه. فما شكون بعد جاي من قبلي ومن قفصه ومن يعلم ربي بحاله. هذوما المجموعه هذه. هاي المجموعه هذه من كافه الولايات. من كافه الولايات من الجنوب من غير ما نسموا. احنا كنا اولاد تونس واحنا نحبوا نخدموا تونس بعد الثوره. احنا شباب كنا متحمسين نحبوا نخدموا. نقول لي ان شاء الله قطره من غيث. ان شاء الله احنا متفائلين، احنا راه متفائلين. شكرا.